عمرك فكرت كده ليه الوقت بيجري بسرعة وانت مبسوط؟ يعني تصحى من النوم يوم الإجازة وتقول خلاص هيقعد أستمتع باليوم، وفجأة تلاقي النهار اتحرق وراح من غير ما تحس. بس الغريب إنك في الأيام اللي بتكون زهقان فيها أو قاعد ما بتعملش حاجة تلاقي الدقيقة عاملة زي السنة. طيب إيه اللي بيحصل وإزاي مخنا بيفهم الوقت بالطريقة دي؟ خليني أحكي لك الموضوع ببساطة وعلى مزاج مصري كده من غير تعقيد. العلماء بيقولوا إن مخك مش بيقيس الوقت بالساعة، لا، مخك بيقيسه بكمية الحاجات اللي بتحصل حواليه. يعني اليوم اللي بيكون كله حركة وضحك وخروجات وأصحاب وأحداث جديدة، مخك يفضل شغال وبيسجل لحظة بلحظة، وده بيخليك تحس إن اليوم عدى بسرعة من كتر ما هو مليان. وده نفس السبب اللي يخلي السنين وهي بتعدي تحس إنها بتجري، لأن روتينك بقى شبه بعضه ومفيش جديد كتير يحصل يخلي مخك يقولك استنى. في لحظات كتير حصلت لما تكون مبسوط ومندمج، مخك ما بيكونش فاضي يبص للساعة ولا يحسب الوقت، هو مركز في اللحظة نفسها، في الضحكة، في اللعبة، في الخروجة، في الجو الحلو اللي انت عايش فيه. ومع كل ده الإحساس بالوقت بيقصر. عارف لما تكون قاعد مع صاحبك المفضل أو بتلعب لعبتك اللي بتحبها أو بتتفرج على مسلسل جامد وتلاقي نفسك بتقول يا نهار أبيض إيه ده، الساعة بقت كده إزاي؟ ده لأن مخك كان مركز في المتعة مش في الوقت. وخليني أقول لك حاجة لطيفة، العلماء بيقولوا إن اللحظات الجديدة بتتمد في دماغك أكتر من اللحظات العادية. يعني تفتكر أول يوم مدرسة، أول سفرية، أول مرة تقعد على البحر، أول مرة تسوق، اللحظات دي تحس إنها طويلة ومليانة تفاصيل لأن مخك سجل فيها معلومات كتير. لكن تعال شوف يومك اللي زي كل يوم، هتصحى، تاكل، تخرج أو تروح المدرسة أو الدرس، ترجع، تنام، مفيش جديد. مخك ما يخزنش حاجة تقريبا، فتحس الوقت عدى كده من غير ما تاخد بالك. وفي نقطة مهمة، وانت مبسوط جسمك بيفرز هرمونات زي الدوبامين، وده بيخلي اللحظة تبقى خفيفة وسريعة، وبالتالي مخك ما يبقاش مركز في حساب الدقيقة والثانية. ده غير اننا كبشر لما بنتبسط مش بنحب نحس ان الوقت بيجري، فده يخلي الاحساس النفسي يزيد اكتر. وبرضه في حاجة، السوشيال ميديا زودت الاحساس ده، فيديو يجري، فيديو بعده، ضحكة هنا، مقطع هناك، الوقت كله بيتسحب من تحتك وانت مش واخد بالك. وطبعا ده يخليك اخر اليوم تقول هو اليوم راح فين؟ وده بقى معناه إن حياتنا بقت أسرع من زمان، لأن مخنا طول الوقت متشغل ومش بيقف يفكر إلا في اللحظات اللي بنكون فيها زهقانين. طب إيه الحل؟ نبطله؟ لا طبعا، بس نبدأ نركز شوية على اللحظة بدل ما نشوف اليوم كله بيعدي كده. يعني لما تقعد مع أصحابك استمتع، لما تخرج شم هوا، لما تلعب لعبة خليك واعي إنك مبسوط. ساعات الإحساس إنك واخد بالك من اللحظة يخلي اليوم يطول شوية في دماغك. وفي الآخر ساعات الإحساس إن الوقت بيجري بسرعة بيكون نعمة، لأنه ببساطة بيقولك إنك عايش لحظات تستاهل. ولو لقيت وقتك بقى بيمشي ببطء وملل، يبقى ده الوقت إنك تغير حاجة في يومك، تعمل حاجة جديدة، تكسر الروتين، تخلق لحظة مخك يفتكرها. وخليني أسألك السؤال اللي يهمني، آخر مرة حسيت إن اليوم جري منك كان إمتى؟ وكنت بتعمل إيه؟ اكتب لي في التعليقات، ويلا بينا نكمل رحلتنا نفهم الدنيا دي ماشية إزاي.